دنيا باطمة صبحت في واحد الحالة اللي يرثى لها بعد ما الفانز ديالها بداو كيتكامشوا فيما بينهم. اييه بهذا المعنى بداو تيدابزوا فيما بيناتهم على قبل انها حتى ديك الاغنيه اللي عامين هادي هما كيطلبوها باش تنزلها لهم قبل ما تدخل السجن، ودخلات للسجن وخرجات من السجن، وباقي لحد الان كيقولوا لها وفينا هي الاغنيه اللي كتقولي لينا راه غادي ننزل وما نزلتيش، راه حولك وبهاد الافعال ديالك ما تعيطش ليك لحتى ذكرى او لحتى حفل من الحفلات اللي كاينين بالذكرى ديال المسيره الخضراء لا بالمغرب ولا في الاقاليم الصحراويه، لانهم بغيدهم بفقستهم اسماء المنور اللي غادي يكون عندها حفل بمدينة الداخلة يوم السبت، كذلك ابتسام تيسكات عندها في قلميم، وعاد يكون عندها كذلك في مدن واحدين آخرين. بزاف عرفتوا الفنانة ديال داك الصوت الشعبي ولا الفن الشعبي شي حاجة شعبي، أحسن صوت شعبي، المهم كان داز في الدوزاب، هادوك معيطين ليهم الحفلات ديال الذكرى ديال المسيرة الخضراء وكاينين بأقاليم جنوبية، وهي خرجوا الفانز ديالها المقربين اللي كيعرفوا عليها الصغيره والكبيره وكذبوا ابتسام وقالوا لها بانك انتي كذبتي ودنيا ما عيطوش ليها وما بقاتش ضمن اللائحه ديال الفنانه اللي يستحقوا انهم يغنيوا في الذكرى ديال الحفلات الوطنيه او لا في مناسبات كيف ما هادو او لا مهرجانات. السيده ما بقاتش خدامه على راسها بالمره بكثره ما انها خدامه باش دير تكبير المؤخره نحت البطن، تكبير الارداف من هنا ومن هنا. مهم هادشي اللي خدامه عليه، ما خداماش باش تحيي شي اغنيه مغربيه، باش دير شي اغنيه على الوطن، باش دير شي حاجه اللي تحرك في المنظمين ديال الحفلات ديال الذكرى. مثلا المسيره الخضراء كون نزلت اغنيه قبل هذا الحدث وكاملين كنعرفوا بانه 6 نوفمبر راه كتكون الذكرى ديال المسيره الخضراء. كنعرفوا كاملين بانه كاينين اعياد وطنيه اللي فعلا كيستحقوا انه يجيو لهم فنانه اللي خاسرين على روسهم وخاسرين على اغانيهم فلوس، بحال اسماء المنور، بحال جايلان اللي غنات ما شاء الله في قلميم ليله امس، راه خلات كلشي كي يشطح وكلشي فرحان، عندها العيون، عندها قافله اللي هي كبيره عاد الدور. الطامه الكبرى لو كون ابتسام غير سكتات، كنعرفوا بانه دنيا راه كل مره كتمشي الخليج مع داك يعني مدير اللي خلا داك، المهم كيجيبوا فنانه واخا ما معروفينش كيديروا حفلات بحال شي كالا بحال كيف ما قلت لكم فيديو السابق، وكيحيطوا ليها كتمشي كتغني كتدبر على راسها الله يسهل عليها. ولكن فنانه بحال هاد الصوت علاش ما تخدمش على راسها؟ علاش ما ترجعش دنيا باطمه اللي بالصوت وبنفس الوقت بالادب والاخلاق والكاريزما؟ علاش ما ديرش مدير اعمال اللي يكون قادر انه يزيد بها القدام؟ بحال ليله امس خارجه مديره الاعمال القادم غيكون مزيان وراها عندها تعاقد، وكتعرفوا انه التعاقد صعيب لا حبيبه، راه الناس شهرين قبل معمرين الاجنده بانه راه كاين واحد الحدث مغربي اللي هو الذكرى ديال المسيره الخضراء. لو كون غير سكتي عرفتوا راه الفانز ديال باطمه قالوا واك الحق كنا سكتات وما قالتش علاش ما حضراش الدنيا، كان افضل، لانه دنيا بهاد المناجر هذه اللي عندها غير كتخربق. نهار خرجت من السجن مجدى لها لا ليست، ها الفنان اللي سول فيك، ها الفنانه اللي سولات فيك، هذا راه ما سولش فيك، هذا راه دار لك، هذا واحد الحقد دافين وكبير. السيده في السجن وما خارجين انا نضرب في لطيفه رأفت راه دارت لطيفه رأفت رفعلات سعيده شرف راه حتى هي عندها حفلات دابا حاليا، غنات في العيون وعندها الطنطان ستوري حاطه بانه عندها حفل في الطنطان. مهم خدامين في بلادهم في الذكرى ديال المسيره الخضراء، حفلات اللي هي كبيره، حفلات اللي هي صغيره، فنانه كبار وصغار خدامين. انت علاش ما تكونيش حاضره؟ حيت عندك هاد المناجر اللي اصلا ما كتعقبش عليك، همها غير الفلوس، ماشي مشكل،
ما يكونش المكانه ديالك ولا سجل ديال التاريخ زوين ولا انتاج اغاني زوينين، لا هما خاصهم غير الفلوس منك. انا هاد الدنيا ما فهمتش واش هي بالعاني كتنتقم من راسها، واش ما كتشوفش هاد الفنانات اللي الصوت ديالهم اقل من الصوت ديالها اللي بانوا غير في هاد الامس القريب، وبداو كيديروا بلاصتهم في الوسط الفني وهي ما على بالهاش، ونايضين كيدهبزوا شي واحد الفئه داخلين عند الفانز نيس ديال دنيا ناضوا عتبوا وعاقبوا او عقبوا على هاد التصرفات ديالها اللي منزلين لنا ستوري ديال مؤخره ديالها. شوفوا ها هي كاينه في الخليج وجامعه الخليج والنحت كيفاش هي لاله، وشوفوا البطن ما كاينش، وشوفوا المؤخره قداش. اقسم بالله هادشي اللي كنقول لكم هو اللي كاين. اويلي ناضوا هاجمين على السيده وعلى الناس اللي انتقدوها، والناس اللي كاين اللي بعض منهم اللي ولا كيضحك فيها، اللي كان فانز ديالها ولا كيضحك فيها، كيقول صافي راه مات لك الحوت بلا ما تبقاو تكذبوا على الناس. هاجمين على علاش تقولي بانه خاصك تنوضي ديري اغنيه وطنيه. شوفي اسماء المنوره دارت اغنيه وطنيه راه خاصها وسام عليها مؤخرا، وشوفي سعيده شرف الاغنيه اللي منزله، وشوفي سلمى رشيد، وشوفي ابتسام تيسكات اللي نزلت هي اغنيه، وشوفوا لي جيلان اش دايره حاله في المغرب بالاغنيه ديالها والناس كتغني الاغنيه ديالها. هاد السيده هادي ملي ناضوا ناس اللي صفحاتهم كبرى وحطوا هاد التعقيب نطوا كتعايروهم. راه هذا هو الواقع، راه هادشي اللي خاص تسمع دنيا، هادشي اللي خاصها تعرف. ماشي نوض انا باش خرجات نقول لها فلان دار وفلان دار ونبدا نمسح في الصور ونبدا نمسح في الفيديوهات ونمسح الصور ديال الملك، ومن بعد اللي تنوض ضجه ما بين الفانز ديالها اللي باطمه مسحات من صفحتها على الانستغرام تصور سيدنا عقبت خلات واحد الصوره اللي اصلا ما كتشرفش هذيك الصوره لا جلاله الملك نصره الله ولا اي مغربي، مقزبه هكاك بديك الصويه واقفه حدا الصوره ديال الملك ومصوره يعني منزلها بصفحتها. بزز فاش يعني كان الحكم الذاتي للمغرب واصبحت الصحراء مغربيه، خرجت حتى قالها لها راسها كتقول فيه انني انا كنت خدامه وانا فرحانه بالصحراء مغربيه. نقول لكم واحد الحاجه، السيده حاقده بزاف على البلاد، حاقده بزاف على المسؤولين، حاقده بزاف على العفو الملكي اللي ما خضعتش وهي داخل السجن بحكم انه دازوا بزاف ديال المناسبات ودازوا بزاف ديال الاعياد الوطنيه، وكل مره كيقولوا بانه غيخرج عفو ملكي. الدنيا باطمه، دنيا عاد تستافد من العفو الملكي، دنيا عاد تاخذ الحريه ديالها، ولكن لا، بقات حتى دوزات عام فاش خرجات. هادشي اللي بان لي انا يعني حسب التقييم ديالي لجميع الفنانه كلشي خدم على راسو. دنيا ما هماش ولا همها غير الفلوس، ما باغا تغني لا على مغرب، ما باغا تغني لا على ملك، ما باغا تزيد بحتى شي اغنيه للقدام، ما باغا تغني على حتى شي منتخب، لا الاسود الصغار ولا الاشبال ولا الاسود، ما على بالهاش. يعني حتى هاد الفانز هادو اللي قاعده كتبلوكي فيهم واحد مور واحد وواحد مور واحد، ها اللي دمر راسو، ها اللي خلى حياته، ها اللي وقف دراسته، ها اللي وقف خدمته، ها اللي طلقات، ها اللي تمنع من بلادو ما يدخلش عليه الشكايات، امام سوق الحد. مهم راسي يا راسي ندخل صريف منين ما كان عريس هذا ما على بالهاش. والسيده كتشرب شي دواء ما حاضراش هنا، واش انا ما فهمتش. تصرفات ديالها غير لائقه، تصرفات ديالها ولات كلها فهم الشعر وفهم الجسم وفهم اللباس وفهم صافي هادشي اللي كاين. الصوت ما على بالش انه عندي صوت اللي ما كاينش، يعني المنافسين ديال الصوت ديالها قليلين في الساحه الفنيه، علاش ما نرجعش انا الصداره ما على بالاش. كاينين فنانه بهذا الصوت ديال الدنيا مستغلين صوتهم، مستغلين يعني داك الشيء اللي عطاهم الله باش يوصلوا به للقدام. واحد ستوري اللي قالك واحد الشهاده من وحده من عند الخليج كتقول لهم ما كاينش من انقى من الصوت ديال الدنيا.
وكون دنيا عارفه غير هادشي كون طبقاتو. يا ما قالوا ليها الفانز ديالها، يا ما قالوا ليها بانه راه الصوت ديالك راه زوين، خدمي عليه، زيدي به القدام. ولكن هي ما بغاتش تزيد بصوتها القدام، ما بغاتش بحال دابا تكون في حفلات. بقى فيها الحل ملي كتوصل، ملي كيوصل لحد عند حد وكيبقى فيها الحل بانه علاش ما عيطوش ليا. ولكن اختي راه ما درتيش، علاش درتي غير افعال اجراميه. هادشي اللي درتي، دخلتي للحبس، خرجتي، درتي حساب، درتي راسك في اللي يسوى واللي ما يسواش، حتى وصلتي لشي المواصل اللي خلاتك في الحضيض.